مساء الخير مستمعينا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم منى شو. تحية لكم كبيرة، ومعكم منى من وراء الميكروفون وفي إخراج الحلقة. وكالعادة كنرحب بكم ساعة من الزمن. مرحبا بكم كلكم، ومن أجل التواصل معنا وكالعادة أرقامنا الهاتفية راهن الإشارة، وكذلك يمكن لكم تواصلوا معنا عبر صفحة منى بالهيم على الفيسبوك. مرحبا بكم معنا اليوم مستمعينا وكذلك مشاهدينا. ضيفتنا عزيزة، تاريخها أكبر بكثير من أننا نختزله في دقيقة، وأكيد شكون من غيرها كيستحق لقب لا ديفا. فنانتنا تاريخها كبير بكثير، وأكيد عندها أزيد من 43 ألبوم غنائي، حصلت على مجموعة من الجوائز العالمية، وهي حاضرة معنا اليوم. بغيتوا تعرفوا شكون هي؟ نسمعوا وقولوا لي شكون هي الفنانة اللي حاضرة معنا اليوم. السلام عليكم واهلا وسهلا بلجنه التحكيم. هذه اللي شفتوا دابا كانت منى بالهيم اللي كتشتغل في الاذاعه مده 8 سنوات، وكيعرفني المستمع فقط من خلال الصوت. واكيد الجميل في الاذاعه ان المستمع كيسمعك، المتلقي كيسمعك وكيتخيل الشكل، طويله رقيقه غليظه قصيره، ما عارفينش الشكل ديال كيف داير. واليوم انا جيت لبرنامج مذيع العرب. علاش؟ لاجل شيء واحد، ان المشاهد والمستمع يعرفني كصوت وكصورة لأول مرة ربما، ومن هنا من أراضي لبنانية مصرية أو كذلك خليجية ممكن تكون الانطلاقة نحو عالم الاحترافية في مجال الإعلام والصحافة. وشكرا. أنا شايفاها هي محترفة، يعني هي محترفة. أقوى مذيع هو مذيع الإذاعة، لأن أنا بشوف إن هو بيقدر يسيطر على الناس من خلال الصوت. هو البداية بالإذاعة أساس يعني. طبعا الإذاعة بتقدري تسيطري على المشاهد من خلال صوتك وإلقائك وأدائك، وده بيبقى أصعب من الصورة كمان. وهيك بلش. فأنت محترفة. أنا بالنسبة لي أنا بلشت إذاعة صح. أنا بلشت إذاعة، بس على فكرة مش كل شخص ببلش إذاعة وبينجح بالإذاعة ممكن ينجح بالتلفزيون. لا أكيد لا. يعني في كتير ناس نجحوا بالإذاعة، لما إجوا التلفزيون عفوا على التعبير العالم كرهتهم. بجد انت حبوبه كتير الله كتير. يخليكي مدام ليلى. وانا شايفاكي يعني بروفيسيونيل 100%. حاسه ان انا ما اعرفش، طبعا هم اقوياء بالنسبه لي، لكن انا بالنسبه لي بشوف انت مش محتاجه للمايك ده، لان انت اوريدي عندك. الله يخليكي، شكرا. على راسي على راسي. منى أنا بعد عندي 2. في هيدا كمان ما تنسوا. أنت محمس له، قمت لهون. لا أنا أخذت الميكرو. ليه أخذته؟ لأنك محمس. بدك بصراحة يعني؟ يس. أنا أخذت هيدا الميكرو، خفت إنه منى أو ليلى يعطوك إياه. لأنه خفت يتأثروا إنه أنت هالقد بروفيسيونيل وأنت هالقد محترفة، فيروحوا عاطينك الميكرو هيدا. طبعا أنت يعني اليوم أديتي أداء رائع جدا، بس تستاهلي هيدا الميكرو. تنحن نتأكد من كفاءاتك، مفروض نشوفك بامتحان او باختبار تاني. بس الميكرو الاسود مين بده يعطيه اياه؟ انت اللي عم تحكي كل الحكي، ولو بعد كلامك ما في كلام. تفضل. شوف انت بتبص لي ليه؟ طيب خلاص. ها طيب انا رح حل الموضوع معك. بالمشترك اللي كان قبل، ليلى اخذت ميكرو من عندي وعطيته اياه، انا رح اخذ ميكرو من عند ليلى. لا بعد ايدنا.
شكرا استاذ توني. ميرسي مدام ليلى، ميرسي مدام منى.